المغرب يقلب الطاولة على شركائه الأوروبيين منذ عقود، والمغرب يفتح أبوابه لأوروبا، يمنح ويتنازل. لكن اليوم صوت المملكة يرتفع بحزم. زمن الصفقات المجانية قد ولى. رسالة واضحة وصريحة تطلقها الرباط في وجه بروكسل، تؤكد فيها أن شروط اللعبة قد تغيرت. فالمغرب الجديد لم يعد ذلك الشريك الصامت الذي يقبل بأنصاف الحلول. في خطوة تبرز قوة الدبلوماسية المغربية، قررت الرباط اتخاذ موقف صارم تجاه الاتحاد الأوروبي بربط إعادة فتح المعابر الجمركية مع سبتة ومليلية المحتلتين، باعتراف أوروبي بسيادتها على أقاليمها الصحراوية. وذكرت تقارير إعلامية إسبانية وعلى رأسها موقع أوكي دياريو أن المغرب لا يخطط لإعادة فتح هذه المعابر في المستقبل القريب أو المتوسط، مشيرة إلى وجود ما وصفته بالتعقيدات التقنية التي تقف عائقا أمام المشروع منذ إغلاق مكتب الجمارك في مليلية بشكل أحادي عام 2018. وفي السياق ذاته ربطت وزارة الخارجية الإسبانية هذا القرار المغربي بحكم محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي ألغى اتفاقيات تتعلق بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري مع المغرب، لتضمنها المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية. ويبدو أن المغرب بهذه الخطوة يوجه رسالة واضحة إلى أوروبا، مفادها أن زمن الصفقات المجانية قد ولى، وأن الرباط باتت تعتمد أسلوب الضغط الدبلوماسي لتأكيد حقوقها، في خطوة جريئة توحي بأن المغرب لن يتراجع عن مطالبه السيادية حتى ولو تعلق الأمر بشركائه الاستراتيجيين.